السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا كده صينية على النار، حطيت معلقتين زيت ومعلقة سمنة واسيبهم يسخنوا قوي. بقى هم يسخنوا قوي كده هنزل عليهم بالفراخ زي ما انتم شايفين كده. هديها تشويحة كده زي ما انتم شايفين. هنزل كده بقى بملح وفلفل اسمر، وهقلبها على الوش التاني وهحط برده ملح وفلفل اسمر. اول ما تاخد لون كده هطلعها زي ما انتم شايفين. بسيطة وسهلة ومشوية بدون فرن وبدون اي حاجة. بعد كده بقى هنزل ببصل وفلفل بقى حامي بارد براحتك، هديله تشويحة كده زي ما انتم شايفين. سهل وبسيط جدًا يا جماعة. هانزل بقى بالتوابل ملح وفلفل أسمر وسُمّاق و7 بهارات. أنتم عايزين تحطوا أي بهارات تانية براحتكم. هادّيها تشويحة حلوة كده، وهانزل بطماطماية واحدة بس يا جماعة، حبّاية طماطم واحدة. هادّيهم تشويحة كده وياخدوا كده من روايح البهارات. هانزل بالفراخ زي ما أنتم شايفين. هاقلّبها كلّها برضه كده مع بعضيهم زي ما أنتم شايفين كده عشان يختلطوا كلّه مع بعضه. وهانزل بقى بمَيّة سخنة، مش هانزل بمَيّة باردة، لازم تكون المَيّة سخنة يا جماعة، زي ما أنتم شايفين كده. بصوا الجمال، تحفة. بجد كانت خطيرة يا جماعة، وطعمها وريحتها كانت حاجة مسكرة بجد. هانزل بقى كده بحوالي كوباية أو كوباية ونص كده على حسب حجم الفراخ، وهاسيبها بقى على النار كده واغطيها. وبراحتكم انتوا بقى عايزين تدخلوها الفرن براحتكم. انا دخلتها الفرن وبعد كده وفتحت عليها الشوايه. ايه رأيكم في الجمال؟ بصوا دايبه دوب يا جماعة، مع شوية رز بالشعرية كده، حاجة كده مسكرة. يا رب الوصفة